من متر قماش عملت ديكورات حلوة كتير لرمضان. إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا القناة أهلا وسهلا فيكم، أنا صبا. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم دائما كل الفيديوهات الجديدة. في البداية رح يلزمني متر قماش من قماش الخيامية، وكمان رح يلزمني نص متر من الجوخ الكحلي. رح اخذ نص متر. طبعا انتم ممكن تتحكموا بحسب حجم اللي انتم محتاجينه، يعني ممكن تعملوا اقل او اصغر. مهم انه تعرفوا الفكرة الاساسية اللي عملت منها المفارش. هلا اول شيء بدي افرغ قماش الخيامية. اخذت من الاطراف. هلا هون في عندي نص دائرة فرح اخذها، رح استفيد منها. بعد ما قصيتها لازم ننظفها بهذا الشكل. كمان رح ناخد الدائرة الكبيرة الأشكال صارت عندي جاهزة. رح أثبتها على الجوخ بهذا الشكل. وعندي كلفة رح أحطها على محيط الأشكال اللي قصيناهم بهذا الشكل. كمان على محيط المفرش رح أحط الكلفة نفسها. وهي النتيجة النهائية بعد ما خيطته. طبعا خيطته على ايدي هذا الشكل النهائي. عن جد كتير حلو ومميز. وهي الفكرة الأولى اللي عملتها من القماش. هلأ بنشوف الفكرة الثانية. بما اني قصيت الدوائر من الاطراف فصار شكل القماشة عندي بهذا الشكل. بقص الطرف الثاني بشكل مشابه للطرف الاول، وكمان الدائرتين الكبار اللي انتم شايفينهم بدي احافظ عليهم، ورح اقص محيطهم بشكل انه يكون يعني اخذ هي الرسمة لانه حسيتها كتير رح تطلع حلوة. هلأ بتشوفوا كيف رح تكون. هلأ قررت اني استخدم حارق الخشب حتى ما ينبر معي القماش. قصيته كله فيه. لاحظوا كيف هيك ما بيطلع خيطان لاني حرقته حرق. ممكن تستخدموا طبعا المقص. وهيك الشكل اللي قصيت فيه المفرش. لاحظوا قديش طلع شكله حلو. طبعا الاطراف منظرها ما حلو هيك، فكمان قررت اني احط كلفة نفسها على وخيطتها وصار المفرش عندي بهذا الشكل. عندي هدول كمان رح احطهم على اطراف المفرش. صار مفرشنا جاهز. وهي الفكرة الثانية اللي عملناها من متر القماش. رح ناخد من القماش رسمات حلوة ونحطها على المخدات. هلا أنا عندي هون الدائرة رح أخيطها على المخدة ورح أخيط معها الكلفة. صارت مخدتنا الأولى جاهزة، ومخدتنا الثانية كمان جاهزة. وهي النتيجة النهائية. شو رأيكم فيهم؟ الفكرة كمان عنا اللي جاية هي رح نستخدم فيها قطعة. عندي هي قطعة الخشب. ممكن إذا ما عندكم ممكن تستخدموا كرتون قطعة دائرية. رح أغلفها بالجوخ الكحلي بهي الطريقة. هلا رح أقلكن شغلة. دائما لما بدنا نغلف شي
فرح أقلكن طريقة حتى يكون عنا التغليف شكله كتير مظبوط. لاحظوا كيف عم بقص أطراف القماش، لما بلزقه بيطلع عندي الشكل مظبوط 100%. يعني أي شي بدكن تغلفوه اتبعوا هاي الطريقة، كتير رح تكون طريقة مظبوطة ويطلع معكم الشكل مظبوط 100%. شفتوا قديش طلعت مظبوطة؟ وبعد هيك رح أغلفه كمان من تحت حتى أخفي منظر الخشبة. طبعا هي مثقوبة من النص ما رح يأثر علي أبدا. كنت محتارة كيف بدي أعمل الشكل. وهذا هو الشكل النهائي. كمان إذا في عندي زيادة قماشات ممكن أحطهم على السلات بهذا الشكل. وفي أفكار تانية رح أنزلها بفيديو تاني لأنه القماشة ما خلصت وكمان الفيديو صار طويل. إذا عجبتكم أفكار اليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو، وإذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم دائما كل الأفكار الجديدة. واستنوني بفيديوهات جديدة وأفكار جديدة. بشكركم من كل قلبي لحسن المتابعة.